السلام عليكم ورحمة الله. تصريح خطير من أبو تريكة بيفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على بيراميدز، وبيوجه رسالة قوية للإعلام الزملكاوي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نحضر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي النهاردة على بيراميدز، طبعا للمرة ال15 على التوالي، طبعا خلاص النهاردة الأهلي في النقطة 66، ليه كام مؤجلة لسه هيكملهم. دخل على الخط أبو تريكة وأدلى تصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية، ووجه رسالة قوية جدا للشيبي، وأيضا هنقول رأيه في حكم هذه المباراة. وقال: أنا عايز أسمع دلوقتي بقى صوت وحس الزملكاوية، سمعوني حسكم يا ميدو يلي راهنت على المباراتين. الأهلي كسب الأولى ودلوقتي كسب التانية. انت مش تبقى مسطول وتقول ان اكيد بيراميدز هو اللي هيكسب. انت مفكر بيراميدز ممكن يكسب الاهلي ولا ايه؟ غير وانت اكيد مش في وعيك. كل لعيبه الزمالك القدامى والجماهير والاداره كلهم كانوا بيشجعوا بيراميدز، اكن الزمالك اللي بيلعب بالظبط. والله عار على الزمالك. ليه كده؟ انت شاطر بس تنسحب قدام الاهلي عشان خايف من الاهلي، تروح تدعم بعد كده بيراميدز علشان يفوز على الاهلي، فالاهلي هو اللي يفوز برضو على بيراميدز ويضربكم انتوا الاتنين. هو ده النادي الاهلي اللي دايما مشرف الاهلاويه ورافع راسنا. الاهلي لما بيتحط تحت ضغط بتشوفوا قوته عامله ازاي، خصوصا الضغط بتاع الجماهير. هو انتوا يا بيراميدز لما تعلوا سعر التذكره فاكرين ان الاهلاويه والجماهير مش هتروح؟ لا، هتروح وهتعمل المستحيل. لكن عندنا إدارة قوية جدا عملت برضو وشرفت جماهيرها، وخلت الجماهير تروح بالسعر القديم ويمكن أقل كمان. محدش يقدر يقف قدام قطر الأهلي. ده الأهلي يفرم أي حد. ودولي أغلى 3 نقاط، لأن أنا متأكد إن ال3 نقاط دولي هيكونوا هم أكيد أكيد الفوز والمكسب بالدوري السنة دي. لينا ماتشات لازم نكسبها كلها، وهنكسبها بعد مشيئة ربنا ونعمل بجد. وعايزة أقول للشيبي اللي انت عملته النهاردة لا يمت للرياضة بأي صلة. ازاي تبقى لعيب كرة قدم عارف الأخلاق وعارف التعليمات وتعمل كده في طبعا حسين الشحات؟ مهما كانت ما بينكم خلافات، الخلافات معروفة، وأكيد انتوا خلاص كل واحد عمل اللي عليه وماشي في طريقه. تيجي النهاردة عايز تبطل الشحات كورة؟ دي مش أخلاق كرة القدم أبدا. وأنا بقول للشحات كويس جدا إنك تمالكت نفسك وتمالكت أعصابك، وهي دي الرجال بتبان وقت الشدة فعلا. أنا بقول مبروك يا أهلا.